مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. هي الملوخية البايتة بتدوب طبعا ممكن تدود، ممكن ما تدودش. ازاي؟ بصي، في دوده، يعني دوده جايه من بيضه او بويضه. طب البويضه جايه منين؟ نبحث على مصدر البويضه. لو بحثنا على مصدر البويضه هنلاقيها كانت موجوده على ورقه الملوخيه قبل ما تتطبخ. البويضه موجوده على ورقه الملوخيه قبل ما تتطبخ، اتطبخت، اتحملت حراره، بعد كده بردت، اتحطت في الثلاجه، الجو بقى مناسب جدا انها تفقس، فقست بقت دود. يعني هو تأثير الحرارة عليها ما بيموتهاش؟ لا، مش هي بتتحمل الحراره، وهي بويضه كده بتتحمل الحراره، بعد كده الجو بقى مناسب للفأس فأست. طب ازاي واحنا بنغسل الملوخية واوقات بننقعها؟ بنغسل الملوخيه غلط. امال ايه الطريقة الصحيحة لغسل لا، الملوخية؟ بنغسل، احنا كل حكايه بتنقعوها وبعدين تغسلوها كده بالميه وخلاص على كده. لا، المفروض كده كده. اولا النقع ما ينفعش، ان البويضه دي فيها صفه اسمها صفه التلاصق، او صفه الحاجه فيها ماده لزجه بتلزق على ورقه الملوخيه والخضروات بصفه عامه. تمام. النقع يعني هننقعها ممكن تنزل من على الورقه، تنزل تلزق في الورقه اللي جنبها، يبقى ما عملناش حاجه. لكن طريقه الغسيل الصح لابد ان ورق الملوخيه يتغسل ورقه ورقه تحت ماء جاري، يعني مش ميه في حله كده ولا في علبه ولا حاجه، لا، لازم ميه جاريه عشان البويضه تنزل. ادعك الورقه عشان البويضه تنزل، وتنزل على ميه على طول، على الحوض على طول، ما تنزلش على حله وتيجي منقوله الورقه تانية. يبقى لازم تتغسل ورقه ورقه تحت ماء جاري، وبعدين تتنشف، بعد كده نستخدمها. بالطريقه دي عمرها ما هتدوب. يعني احنا نغسلها قبل ما نقطفها ولا بعد ما نقطفها؟ بعد ما تقطف طبعا. تمام. طب بالنسبة للملوخية الناشفة المجمدة؟ هي نفس الشيء، لو هي تم تصنيعها من غير ما تتفرك ومن غير ما تتغسل بالطريقه اللي قلت عليها، برضو البويضات هتبقى فيها وهتطلع منها حتى لو اتجمدت او حتى اتنشفت. طب ما وما احنا افتكرش ان في مصنع هيدعك كل الورق دوت، ما افتكرش يعني. اذا الملوخيات المجمدة اللي بره غير آمنة؟ ما هو ما افتكرش في مصنع هيغسلها بالطريقه اللي هتضيع اللي عليها البويضات دي. تمام يا باشمهندس. طب افرض لا قدر الله احنا اكلنا الدود عن طريق الخطأ، هل ده بيضر؟ بصي، هي الدوده نفسها المشكله مش في الدوده. الدوده هتنزل، ممكن تنزل وتتهضم وهيتخلص منها الجسم يعني، لكن المشكله كلها في البويضات. لو في بويضات ما فقستش، هي دي المشكله، ممكن تفقس في الجهاز الهضمي وتتحرك وتخش على الكلى والكبد وتعمل مشاكل كتيره جدا يعني. وممكن تعمل طبعا في اعراض لها، ممكن اسهال وقيء ودوار والكلام ده، دوخه وكده يعني. بس طب تنصحنا بايه يا باشمهندس لما نيجي ناكل ملوخية؟ لما نيجي نطبخ الملوخيه نغسلها كويس، بس مش مطلوب منك الا تغسلها كويس، تطمني ان هي ما عليهاش اي بويضات، لان البويضات دي اساسا بتيجي من الارض نفسها، ممكن يكون الحشرات نفسها بتبيض على الورقه بتاعه الملوخيه، واحنا لازم نتخلص منها. بويضات غير مرئيه، ما بتبانش بالعين المجرده. طب انا لو غسلت الملوخية كويس وتأكدت من غسيلها، مفيش مشكلة في ان هي تبات وكده يعني؟ لا 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 لا، حتى ممكن تقعد يوم واثنين وثلاثه وتاكليها بعد كده عادي، مفيش مشاكل. تمام. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. نعم.